ليه انا بقول الكلام ده؟ ليه لازم تفهم الحاجات دي كلها او تفهم الاسباب دي كلها؟ لانك لو ما حطيتش ايدك على موضع المشكله اللي هو موضوع ان انت بقيت لو ايجنسي بيرسون، فبالتالي مش هتتغير، هتفتكر ان هو ده الطبيعي وهو ده البديهي، وهتبقى ماشي في وضع اوتو بايلوت ان انت بتعمل حاجات بشكل لا ارادي وانت مش مدرك ان انت فعلا مغيب وان انت متخدر. في شخصين، الشخص الاولاني اسمه محمد، اتخرج من كليه عاديه، بعد كده اشتغل في شركه بيقبض مرتب متوسط، ولكن محمد بيشتكي بشكل مستمر من وظيفته ومن قله الدخل وان هو مش قادر ان هو يشتري الحاجات اللي نفسه يشتريها. في نفس الوقت بيصرف جزء من مرتبه على السجاير وبيخرج كل يوم او يومين يشيش مع اصحابه على القهوه، وفي نفس الوقت بيصرف فلوس على المشاريب وعلى الاكل. محمد على طول بيشتكي من قله الفلوس، بيشتكي ان الدنيا جايه عليه، وبيشتكي كمان ان هو مش قادر يعمل اي حاجه هو نفسه فيها. محمد مش حابب شكل جسمه وبيلقي اللوم على الجينات دايما، وبيقول ان الجينات اللي في العيله هي السبب في ان وزنه زائد. ما بيحاولش ان هو يعمل حاجه تجاه موضوع وزنه الزائد، وموضوع الجينات هو مبرر لكل مره بيطلب اكل غير صحي مليان دهون وزيوت. محمد كل ما تقعد معاه بتلاقيه بينفخ في سجاير وبيقعد يشتكي من الاوضاع بشكل عام. في نفس الوقت في واحد اتخرج معاه في نفس السنه اسمه مصطفى شخص اتخرج من كليه عاديه، ولكن كان على يقين ان الكليه مش هتعمل له اي حاجه، لازم ان هو يعمل شيء علشان يطور من نفسه. مصطفى اتخرج واشتغل في وظيفه تقريبا شبه الوظيفه بتاعت محمد، ولكن عرف ان الوظيفه دي مش هتأدي بيه لاي مكان، فبدا ان هو ياخد كورسات لغه وبدا يقوي من لغته، وفي نفس الوقت ذاكر مجال السوق طالبه، دخل في الديجيتال ماركتنج، بدا ان هو يدور على شغل ولقى شغل، استلم وظيفه. وفي نفس الوقت اللي محمد كان بيشتكي فيه، مصطفى كان بيقبض مرتب 6 و7 اضعاف مرتبه. مصطفى عارف ان الوضع اللي هو فيه هو نتيجة قرارات هو خدها في خلال 5 و10 سنين، ودايما بيلقي اللوم على نفسه حتى لو كان خطأ غيره. مصطفى فهم ان اكبر استثمار في حياته هو صحته، فبدأ ان هو ياخد باله من اكله، وفي نفس الوقت بيتمرن 4 ايام في الاسبوع، بينام بدري، بيصحى بدري، وفهم ان اي عقبة بيمر بيها هي خطوة من الخطوات اللي هتوصله للي هو عاوزه. محمد هو شخص بيطلق عليه لو ايجنسي بيرسون، بمعنى ان هو شخص بيلقي اللوم دايما على الظروف، على الجينات، على الحظ. دايما بيستنى شخص تاني ان هو يحل له مشاكله، ما بيتحملش المسؤوليه ويبقى عارف ان هو ما فيش قدامه اختيار تاني غير ان هو ياخد اكشن، فدايما بيلاقي عذر لتكاسله وتواكله. دايما كثير الشكوى. محمد بالكاد بياخد خطوه تجاه اي هدف عايز يوصل له، وفي حاله اتخاذه لاي خطوه دايما ما بيكملش، في اول خطوه بيفشل فيها بيوقف. على العكس مصطفى بيطلق عليه لقب هاي ايجنسي بيرسون، بمعنى ان هو شخص بيتحمل مسؤوليه قراراته، وعارف ان اي حاجه بتحصل له في حياته هو السبب فيها حتى لو كان عكس كده، لان دي الطريقه الوحيده اللي هيطلع بيها من المشكله اللي هو فيها. عارف ان هو اي عقبه بيمر بيها ملزوم ان هو يحط خطه معينه للخروج منها. فمصطفى فاهم ان هو لازم يعتمد على نفسه باي شكل، لازم يركز على الحاجات اللي هو ليه بس تحكم فيها، والحاجات اللي هي خارجه عن ارادته المفروض ان هو ما يحط لهاش اعتبار كبير. الشخص اللي بنسميه هاي ايجنسي بيرسون دايما بيبقى شايف اي عقبه او اي لحظه من لحظات الفشل بتبقى، الشخص الهاي ايجنسي بيرسون بيبقى شايف ان كل خطوه بيفشل فيها بتبقى هي مرحله من مراحل وصوله للنتيجه اللي هو عايزها، فما بيبصش على الفشل ان هو نهايه المطاف، بيبقى شايف دي خطوه طبيعيه جدا علشان يوصل اللي هو عاوزه، لان مفيش حد بيتولد ناجح، مفيش حد بيوصل اللي هو عاوزه من يوم وليله. ليه التعليم بيساعدنا او بيأهلنا ان احنا نكون اشخاص لو ايجنسي بيرسونز او اشخاص شبه محمد؟ التعليم بشكل عام بيدربنا على ان احنا دايما بنعتمد على شخص بيحدد مسارنا المهني وقبل كده مسارنا التعليمي، وبيحدد بالظبط لينا الطريق اللي هنمشي فيه. المدارس ما علمتناش من واحنا صغيرين ان احنا يبقى عندنا استقلاليه في التفكير، ان احنا نحدد بالظبط احنا عايزين ايه. بتبقى دايما عارف ان في شخص هو اللي يحدد لك تذاكر ايه وتدخل في مجال ايه، لان الحاجه دي هو شايفها ان هي صح بالنسبه لك، بالتالي ما عندكش اي استقلاليه خالص في قراراتك. من صغرنا بنبقى متعودين ان نجاحنا في حياتنا بيتوقف على مدى قدرتنا على الالتزام بالقوانين الدراسيه اللي الاشخاص التانيه محددينها، وعدم التزامنا للقوانين دي او الحاجات اللي شخص تاني فرضها علينا، الشخص اللي هو لا يفقه شيء عن الواقع. ففي حاله فشلنا في اتباع المسارات اللي هو حطها يبقى احنا كده فشلنا. فمن صغرنا بنبقى متدربين على ان احنا نتبع القوانين اللي حاطينها لينا مدرسين، ونجاحنا بيتحدد على مدى التزامنا بالقوانين دي. فبالتالي بتبقى معتمد على شخص دايما في ان هو
هو يحدد لك المسار اللي انت تمشي عليه، وانت ما بتحطش لنفسك خطه ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. فده السبب الاولاني. السبب الثاني ان 99% من الانظمه التعليميه او المدارس بشكل عام بتدرب الطلبه على انها تدخل تحفظ اجابات الاسئله. يعني انت بتبقى مركز بس في ان انت تحط اجابه شبه الاجابه اللي انت حفظتها قبل ما تدخل الامتحان، فبالتالي بتلغي من دماغك فكره التفكير المنطقي تماما. بتبقى داخل عايز تحط اجابه شبه الاجابه اللي انت حفظتها. مفيش عندك تفكير اناليتيك او تفكير تحليلي او تفكير منطقي ورا اجابتك دي. انت عايز تحط اجابه علشان خاطر ان انت تاخد درجه في الاخر. بتتخرج بتميل ان انت تدخل لمجالات من وجهه نظرك انها مضمون الشغل فيها، بصرف النظر عن ان انت كنت ميال للمجالات دي ولا لا، او كنت حابب المجالات دي ولا لا. بس المهم ان في شخص تاني نجح فيها. الشخص التاني ده ممكن يكون ليه ظروف تانية، والشخص التاني ده نفسه اتحدد له المسار عن طريق شخص مدرس او ايا كان لا يفقه شيء عن المجال بشكل عملي. فبتحدد انت هتعمل ايه بناء على تجربه شخص تاني مختلف عنك تماما. السبب الثالث ان المدارس بتدربك بشكل ما على ان انت في حاله اخفاقك في ماده معينه، او ان انت ما جبتش فيها الدرجه النهائيه او قريب من الدرجه النهائيه فانت فشلت. فبالتالي بتبقى متدرب ان انت تدخل تجيب درجه معينه في حاله ان انت ما جبتش درجه كويسه، فبتحس انه نهايه المطاف. لا اراديا بيبقى عندك خوف من ان انت تدخل في اي حاجه وتفشل. تيجي تفكر مثلا في عمل بيزنس ليك او ان انت تدخل في مجال جديد او ايا كان، بيبقى عندك لا اراديا وجواك الذاكره بتاعه اخفاقك في المواد. بتبقى خايف من الفشل. الحقيقه مش من المنطقي ان انت ما تفشلش، ولكن انت بتبقى متدرب على ان انت لازم تدخل امتحان الثانويه بتاع الفيزياء تجيب فيه درجه معينه، او امتحان الكيمياء او ايا كان، ولو ما جبتش يبقى انت خلاص غير مؤهل ان انت تدخل تدرس في الكليه اللي انت عايزها. المشكله كمان في موضوع انه بيحط لك درجات لماده معينه، وفي حاله ان انت ما جبتش درجه في الماده دي فانت فشلت، ان هو بيحدد لك ان انت فشلت في كل حاجه عموما، لانك بتبقى ماشي على مسار زي بتاع كل الناس. ما بقاش مفهمك ان فشلك في مثلا ماده زي الفيزياء ممكن تكون حاجه كويسه، ان انت تسيب موضوع الفيزياء ممكن تكون شاطر في حاجه تانية ادبيه مثلا، او حاجه تانية ليها علاقه بالدراسات او الجغرافيا او ايا كان. فاللي عايز اقوله ان المدرسه بتسيستم دماغك على ان انت لو فشلت في حاجه معينه يبقى خلاص يبقى انت فاشل في كل حاجه. ما بتحطش في دماغك ان انت ممكن تنجح في مجالات تانية، ممكن تكون فرصه فعلا ان انت تكتشف نفسك في حاجات تانية. فده السبب الثالث. السبب الرابع ان المدارس بتدرب الطلاب على ان هم يحاولوا ان هم يلاقوا حلول نظريه للمشاكل، حلول لا تمت للواقع باي صله. بيخليك ان انت تحاول تحل مثلا مساله رياضيه وتلاقي الحل في النهايه. وده مش غلط، ممكن يكون بيحاول ان هو ينمي تفكيرك او يشغل دماغك، ولكن في معظم الوقت انت بتحاول ان انت تلاقي دايما حلول نظريه. الحلول النظريه دي لو جيت فكرت فيها مالهاش اي علاقه خالص بالواقع، فانت بتبقى متخرج مش عارف اي حاجه ليها علاقه بالمجال العمل او الكارير اللي انت عايز تبدا فيه. بتبقى معتمد بشكل عام على الحفظ، بتبقى معتمد بشكل عام على ان في مدرس معين هو اللي هيحدد انت ناجح او لا، او لقيت الحل صح او لا. الحل النظري اللي هو حطه من دماغه، او الشخص نفسه اللي بنى الماده الدراسيه او كتب المواد الدراسيه دي حطه من دماغه، واللي ملوش اي علاقه خالص بالواقع. السبب الخامس، ودي حاجه مضحكه فعلا والواحد ادركها بعد ما خلص، ان نظام التعليم بيبقى حاطط مسار ثابت لكل الناس مع اختلاف امكانياتها وقدراتها العقليه وكل شيء. فبالتالي لو شخص مثلا فشل في حاجه معينه فهو بيفتكر ان هو فاشل في كل حاجه زي ما ذكرت، في حين ان هو ممكن يكون مبدع في حاجات تانية. ففكره ان انت حاطط مسار واحد لكل الناس بصرف النظر عن الشخص ده شاطر في ايه او مش كويس في ايه، فبالتالي انت بتلغي اصلا فكره التعليم. انت بتدمر شخص حرفيا، لان الشخص لما ما بيجيبش مثلا مجموع في الثانويه بيفتكر ان هو فشل فعلا في كل حاجه وخلاص يبقى دي النهايه، وبيحاول ان هو يلاقي مسار تقليدي يمشي فيه. السبب السادس ان احنا دايما ايام الدراسه كنا بنجري ورا الدرجات او بنجري ورا الشهاده عشان ناخد الشهاده. فبالتالي لا اراديا بتلاقي نفسك ما بعد العمل بتلاقي نفسك بتطارد برضو الدرجات، بتطارد الشهادات. انت عايز تاخد شهاده مش عارف بتاعت ايه وايه. فبالتالي المدرسه بنت في دماغك موضوع ان انت تطارد الارقام او تطارد الشهادات، مش تطارد الحاجات اللي انت بتحس ان انت سعيد وانت بتعملها، الحاجات اللي انت مبدع فعلا فيها، بصرف النظر عن موضوع الدرجات وموضوع الشهادات وايا كان. بالتالي بتطارد حاجات اصلا انت مش عايزها، فبتدرك فيما بعد ان انت دخلت في مجال انت مش عايزه، وبتلاقي نفسك فاضي، بتلاقي نفسك مش حاسس فعلا بان انت بتنجز حاجه، لانك اصلا ماشي على مسار حد تاني حطه لك وعلى خطه بتاعه شخص ملوش اي علاقه بالواقع. السبب السابع والاخير ان مفيش ولا مرحله تعليميه المدرسه علمتنا فيها ازاي ان احنا نعمل فلوس، ازاي ان احنا ندير فلوسنا بشكل عام، ازاي ان انت تحاول تحسن من مهاراتك اللي انت شاطر فيها بحيث ان انت تقدر ان انت تجيب فلوس من المهارات دي. علشان كده انا بدات فعلا في كورس حاليا
كورس ازاي ان انت تستغل مهاراتك، ازاي تبيع مهاراتك، سواء كنت شخص لسه بتدرس او شخص فعلا بتشتغل، كنت دكتور، صيدلي، مهندس، ايا كان. والكورس ان شاء الله هينزل في خلال شهور قريبه، احنا شغالين عليه. فالحته دي ما اتعلمناهاش خالص في المدارس. وصلنا لمرحله ان احنا خلاص متعودين ان احنا موظفين بنستنى المدير بتاعنا ان هو يحط لنا الحاجه اللي المفروض نعملها خلال اليوم وخلال الشهر وخلال السنه، وفي نفس الوقت بنبقى مستنيين انسنتيف او مستنيين مقابل للحاجه اللي احنا اشتغلنا عليها، اللي هو المرتب بتاع اخر الشهر. فانت مش متحكم في يومك ماشي ازاي، مش متحكم في الحاجات اللي انت بتشتغلها، ولا متحكم كمان في فلوسك، لانك لو اتاخرت، صحيت متاخر مثلا، او حصل لك اي حاجه وانت عايز تغيب او ايا كان، ممكن يتخصم لك من المرتب بتاعك. مش متحكم في الايام اللي انت عايز تاخد فيها اجازه. فانت لا عندك حريه وقت، ولا عندك حريه فلوس، ولا حتى عندك حريه في ان انت تختار الحاجه اللي انت فعلا عايز تشتغل فيها. ليه انا بقول الكلام ده؟ ليه لازم تفهم الحاجات دي كلها او تفهم الاسباب دي كلها؟ لانك لو ما حطيتش ايدك على موضع المشكله، اللي هو موضوع ان انت بقيت لو ايجنسي بيرسون، فبالتالي مش هتتغير، هتفتكر ان هو ده الطبيعي وهو ده البديهي، وهتبقى ماشي في وضع اوتو بايلوت، ان انت بتعمل حاجات بشكل لا ارادي وانت مش مدرك ان انت فعلا مغيب وان انت متخدر. هتفتكر ان ده الطبيعي لان كل الناس اللي حواليك ماشيه في نفس المسار. فهنا بتيجي اهميه ان انت تفهم جذور المشكله. ليه انت في الوضع ده؟ ليه انت لو ايجنسي بيرسون؟ ليه انت شخص معتمد على حد تاني يحط لك الحاجات اللي انت المفروض تشتغل عليها؟ ليه معتمد على شخص تاني ان هو يحدد لك المسار اللي انت تمشي عليه، وكذلك المبلغ من المال اللي المفروض تاخده كل شهر عشان تجيب الحاجات اللي انت نفسك فيها؟ طيب الحل ايه؟ الحل ان انت اولا تبقى فاهم المشكله، او تبقى فاهم جذور المشكله بدات ازاي، زي ما احنا شرحنا، اللي هم السبع اسباب اللي انا شايفهم فعلا هم السبب في ان معظم الاشخاص حاليا لينه، وناس لو ايجنسي بيبل ما بياخدوش اي قرارات بخصوص علاقاتهم. حتى لو انت كنت في علاقه مش مرتاح فيها، انت مكمل فيها، انت شخص مستني حاجه يعني معجزه تحصل لك علشان تطلعك من الوضع اللي انت فيه، تبقى كاره البلد اللي انت فيها وعمال تشتكي ومستني معجزه تجيلك، مثلا ان البلد هيتحسن وضعها او حد هياخدك من كده من ايدك يخليك تهاجر. فبتبقى شخص دايما مستني حد ان هو يحل لك مشاكلك. فلازم اولا تطلع من العقليه دي، لازم تحط في دماغك ان انت والكلام ليا على فكره، يعني انا ما بعملش نفسي برضو حد يعني اذكى منكم ولا حاجه، احنا بنحاول نعلم بعض، وده كلام برضو تذكير ليا، يعني الكلام ده بيبقى برضو تذكير ليا ان احنا عموما نحاول ان احنا ما نحطش نفسنا في وضع الضحيه، لان وضع الضحيه دي اسوأ حاجه ممكن تعملها لنفسك. حتى لو انت كنت فعلا ضحيه، موضوع ان انت تحط نفسك في موضع الضحيه بيخليك لا اراديا ان انت ما تعملش حاجه، لان الموضوع مش بايدك. المشكله في الجينات، عشان كده انا عندي كرش. المشكله في وضع البلد، علشان كده انا ما بشتغلش، او عشان كده انا مش قادر ان انا احسن دخلي. المشكله ان انا ما بحبش اطلع على الكاميرا، علشان كده مش راضي اعمل كونتنت. المشكله ان انا بتكسف اتكلم مع الناس، عشان كده مش عايز ان انا اقول لحد على ان انا بقدم خدمات معينه. فموضوع ان انت بتحط دايما اعذار وان انت ضحيه والكلام ده كله اسوأ منتاليتي او اسوأ عقليه ممكن تدخل فيها. فلازم تطلع من الموضوع ده وتعرف ان الوضع اللي انت فيه او اللي انا فيه حاليا هو تراكم قرارات من 5 و10 سنين فاتوا. ولو فضلت ماشي بنفس العقليه اللي انت ماشي بيها هتفضل وضعك كما هو عليه، بل وممكن يكون اسوأ. الحل ان انت تستغل كل فرصه ان انت تدخل في تحدي جديد، سواء كان دراسه او شغل معين او بيزنس معين. احنا فعلا في نعمه كبيره جدا، لانك علشان تبدا تعمل فلوس انت مش محتاج راس مال كبير زي زمان. انت محتاج ان انت يبقى عندك الشغف وان انت يبقى عندك النيه ان انت تبدا. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي احسن من وضع ناس من عشرات السنين. سهل جدا ان انت تتعلم اي حاجه، سهل جدا ان انت تبدا ان انت تبني بيزنس بتاعك، ان انت تعمل كونتنت عن الرحله بتاعتك. مش لازم يكون كونتنت عن طريق فيديوهات، انا بقول لك بالظبط اللي انا لو مكانك كنت عملته واللي انا فعلا بعمله، ان انت توثق رحله تعلمك للغه معينه، تعلمك لمهاره معينه. هتلاقي ناس دايما مهتمه باللي انت بتكتبه، سواء كانت ناس بتدرس زيك او ناس حابه انها تتعلم منك لان انت سابقها بخطوه او خطوتين. وساعتها انت هيبقى عندك شغف اكتر ان انت تتعلم، لانك بتكتب حاجات الناس مهتمه بيها، وفي نفس الوقت ممكن توصل لمرحله ان انت يبقى عندك بيزنس، وفي نفس الوقت بتبني بيرسونال براند. ودي احسن حاجه ممكن تعملها في العصر الحالي. المحتوى عموما حتى لو في البدايه بتعمله بشكل مجاني، ولكنه اولا حاجه بتخليك ان انت تراجع معلوماتك، لانك بتبقى مثلا انا بعمل يوتيوب فيديو فبضطر ان انا اذاكر، بضطر ان انا اقرا، بضطر ان انا اعمل تحديث لافكاري. في نفس الوقت زي ما قلت، حتى لو كان في كم من الناس بيستهلك المحتوى بتاعي بشكل مجاني، في ناس تانية مهتمه انها تدفع فلوس علشان تعرف انا وصلت للحته دي ازاي، او انها تدخل استشارات وتدفع فلوس مقابل ليها. فلا محاله هتلاقي نفسك بتعمل فلوس في مرحله معينه. لو مش عاجبك اي شيء في حياتك لازم ان انت تبدا ان انت تشتغل على ان انت تحل المشكله دي. لو مش عاجبك شغلك حاول انت تذاكر حاجه تانية، ما تسيبش شغلك، ذاكر حاجه تانية ان انت تحسن من وضعك. لو كنت شغال وظيفه حتى بتحبها والمرتب مش مكفي، حاول ان انت تلاقي طريقه لتحسين دخلك بان انت تعمل الحاجه اللي بتعملها في شغلك، ان انت تبدا
بيزنس على جنب، ان انت تدور على سفر بره. لو انت كذلك برضو مش عاجبك وضع بلدك او المكان اللي انت قاعد فيه، اشتغل ان انت تهاجر. الشكوى للناس مش هتوصلك لحاجه. في نفس الوقت في نقطه مهمه، كلامي مش معناه ان الناس ما تدخلش المدرسه او انها تسيب الكليه او انها تحاول انها تهرب من الكليه وتسافر. بالعكس، الكليه هي الكارت بتاعك اللي هيخليك ان انت تحط رجلك على اول الطريق، حتى لو كانت الكليه دي مش هتفيدك بشكل مباشر في مجالك اللي هتشتغل فيه او في المسار العملي بتاعك او الكارير بتاعك، ولكن هي اللي هتفتح لك باب الشغل، هي كمان اللي هتفتح لك باب السفر لو انت عايز تسافر. ولكن لو اتخرجت من الكليه واشتغلت وظيفه انت ما بتحبهاش وقاعد في مكان انت ما بتحبوش، فدي مش مشكله اي حد، دي مشكلتك انت. زي ما قلت الكلام ليا قبل ما يكون ليكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون الفيديو يكون محفز للناس انها تعيد تفكير في حياتها، وانها تبقى مدركه ان هي لو ايجنسي بيبل، او ناس من النوع اللي هو لو ايجنسي، وان هو محتاج ان هو يشتغل على نفسه عشان يبقى هاي ايجنسي. ده كان فيديو سريع، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. الجايد بتاع الاميجريشن او الدليل بتاع الهجره انا شغال فيه حاليا، هعلن عنه قريب، ولكن لحد ما اطلع الدليل بتاع الهجره، لو في اي حد مهتم بالاستشارات الخاصه بالهجره لكندا او تغيير المجال، ممكن يحجز ميتنج من اللينك اللي هحطه تحت في الديسكربشن. من نفس اللينك ممكن تحجز استشاره خاصه ببدء بيزنس اونلاين، وان انت تعمل محتوى والكلام ده كله. طبعا انا بعمل كورس حاليا خاص بالنقطه الاخيره، اللي هو ان انت ازاي ان انت تجيب فلوس من خبراتك بشكل عملي بقى، يعني الموضوع from A to Z. ان شاء الله الكورس هيخلص في خلال ان شاء الله يكون شهور قريبه باذن الله، واشوفكم على خير باذن الله. كان معكم احمد الحديدي، السلام عليكم.